بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قطرائيلي أعزائي المشاهدين، نعم قطرائيلي معتق، نعم سبحان الله. دائما أنا أكذب، دائما أنا أعطيكم أخبار فالص، دائما أفتري. الحزب الكوهيني بريء، أنا دائما أفتري. أعزائي المشاهدين، تخيلوا في شركة يهودية اشترت جزيرة تابعة لدولة البحرين، جزيرة مساحتها تقريبا 9000 يعني المهم انه تقريبا قريب من 10000 متر مربع. تخيلوا هذه الشركة اليهودية تابعة لمين؟ للصندوق القومي اليهودي. انتم تعرفون شنو الصندوق القومي اليهودي؟ هذا الصندوق يقول لكم تأسس سنة 1901 بهدف شراء أراضي وتحويل هذه الأراضي إلى مستوطنات لليهود في جميع أنحاء العالم. يعني الهدف هذا هدف الصندوق احتلالي أصلا. ويقول لكم كثفوا هذول يعني في بداية نشاط الصندوق طبعا يقول لكم يجمع تبرعات من التجار اليهود في جميع أنحاء العالم بهدف توطين اليهود وجمعهم. وين بدأ نشاطهم؟ بدأ نشاطهم في فلسطين أخواني الكرام، وكانوا يشترون حتى بأراضي بعض الخونة العرب داخل أراضي فلسطين قبل ما قبل ما يتم احتلال فلسطين. وبعد ما احتلوا فلسطين زاد نشاطهم، وزاد هذا الصندوق من التبرعات، وجمعوا مليارات بهدف شراء أراضي أكثر وأكثر وأكثر بهدف جمع اليهود إخواني الكرام. يعني هدف الصندوق احتلالي بحت. فتخيلوا هذا الصندوق الاحتلالي بدأ في مخطط احتلال الخليج. ارجعوا للحلقات اللي سواها أخوكم تقريبا من 2.5 أو من 3 سنوات. إيش قلت لكم؟ قلت لكم ان الصهاينة راح يبدون يحتلون دول الخليج عن طريق كوهينستان في البداية، وعن طريق البحرين، وعن طريق تجنيس بعض الصهاينة، وعن طريق شراء أراضي. حتى أحيانا الأراضي تكون باسم إماراتي أو باسم بحريني. يعني ممكن أنت الآن عايش في قطر، في السعودية، في الكويت، يجيك واحد إماراتي يشتري أرض. هذا الكلام أنا كله تكلمت عنه. ارجع أخواني الكرام حق الكذاب، المفتري، الحاقد، الحاسد. القافلة تسير والكلاب تنبح. نعم احنا ننبح، احنا ننبح. أنا كذاب، أنا أكبر كذاب عود موجود وأكرهكم. نعم. فهذا الكلام أنا كله تكلمت عنه، عن أنه راح يدخلون العقارات، يشترون عقارات، راح يتجنسون. وطبعا الإمارات غيرت في قوانينهم بهدف أن أي مستثمر يجوز له الحصول على الجنسية الإماراتية. وأنا قلت لكم أن هذا القانون تغير فقط لتجنيس الصهاينة في الإمارات. شوف الآن اشتروا جزيرة، والجزيرة راح تلحقها جزيرة أخرى، راح تلحقها أراضي أخرى، تدريجيا إلى أن يحتلون البحرين، يحتلون دبي، ثم الإمارات، ثم يشترون أراضي في السعودية، ثم يشترون أراضي، وهكذا. وأنا قلت لكم مخططهم أن يرجعون مرة ثانية للمدينة المنورة، يرجعون مرة ثانية لخيبر، ويقول لك والله أراضينا، ويقعدون يتبجبجون ويسوون لهم حركات، ويسوون لهم حقوقهم ويجمعون لكم الرأي العالمي وهكذا، إلى أن يبدون يسوون إيش؟ تقرير المصير. ولما صار تقرير المصير، البحرينيين والله راح يقطونكم في البحر وراح يحتلون بلادكم. وكذلك دبي. وأنا قلت هذا الكلام. دبي تدريجيا راح يشترون، يتحكمون في الماء، يتحكمون في الذهب، يتحكمون في البنوك، يتحكمون في الاقتصاد، إلى أن يطلعون قوانين دبي هذه كلها تتحول إلى دولة مستقلة معزولة عن إيش؟ عن بما يسمى دولة الإمارات حاليا. عرفت إخواني الكرام؟ أنا أخواني الكرام يعني كذاب، دائما كذاب.
شوفوا الخبر اللي هم أذعوه الصهاينة أنفسهم ونزل في جرايدهم وفي قنواتهم، أن اشتروا هذه الجزيرة. وأنا أتمنى أن يكون الخبر كذب، أتمنى يعني يا رب أن يكون الخبر كذب، لكن لا أستبعد للكوهينية اللي باعوا أنفسهم للشيطان، الكوهينية اللي عايشين وسطنا للأسف، اللي كل يدعي أنه مسلم واللي يدعي أنه إنسان عربي وإنه والعياذ بالله، وهم أحذية في أرجل الصهاينة. وأنا قلت لكم قبل الاجتماع اللي صار في النقب هذا هدفه تحقيق حلم إسرائيل العظمى، أو بما يسمى إسرائيل الكبرى. وارجعوا لحلقاتي، أنا حطيت لكم خريطة يعني علم إسرائيل والعياذ بالله على كل دول الخليج. هذا المخطط الآن هم كانوا يبون يحتلون. إذا تتذكرون حلقتي اللي أنا جبت سبورة وهذا، قلت لكم أن الصهاينة كانوا يبون يحتلون عسكريا دول الخليج، ولكن منعتهم أمريكا. الآن راح يبدون يحتلون اجتماعيا واقتصاديا وعن طريق شراء الأراضي تورة تدريجيا، إلى أن يصير حالنا في دول الخليج مثل حال أهلنا في فلسطين. نعم، هذا هو المخطط. وشوفوا الآن بايعين أرض للصندوق القومي اليهودي. إخواني الكرام، هذا صندوق استيطاني احتلالي. يعني هذول اللي في البحرين ما يفهمون؟ بس من أجل الفلوس تروح تبيع بلادك وتبيع أراضيك. والله لو أنتم عارضين هذه الجزيرة على مستثمرين مسلمين وعرب كانوا شروها، ولكن ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل. يقول لكم الصفقة قيمتها تقريبا 21 مليون دولار، يعني تتكلمون عن 75 مليون ريال سعودي، 75 مليون أو تقريبا قريب 80 مليون ريال سعودي. يعني إيش ناويين عليه؟ إيش تبون تسوون؟ إلى متى أنتم منبطحين وقاعدين تبون ترضون مين؟ على حساب بلادكم؟ أنتم تفكرون هذول إذا جاوا وعاشوا مثل عبد العزيز الأنصاري طيب، ولا مثل إحنا المسلمين طيبين لا يا حبيبي، هذول راح يقومون عليكم العالم، ويقومون عليكم الأمم المتحدة، ويقومون عليكم حروب من أجل أن يبلعونكم. ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. أنا أقول لكم الآن، تتذكرون قبل لما قلت لكم وبدأ احتلال لا، الآن بدأ بالفعل. هذه الخطوة الحقيرة أنا أقدر أقول لكم بدأ بالفعل مخطط احتلال دول الخليج. طبعا هم الآن بدأوا في الإمارات في شراء أسهم وشراء بعض العقارات، والآن يبون يسوون مثل تشاينا تاون. أنا تكلمت قبل، ارجعوا لحلقاتي. الآن قاعدين يسوون مدينة لليهود، يعني تاون لهم، يبون يسوون مدينة خاصة لهم. وين؟ في الإمارات. إخواني الكرام، تورة يا حبيبي، هذول نفسهم طويل، يشتغلون على أجيال. وبنتوا اللي راقدين قاع وضراط، ما عندكم إلا الضراط، قاتلكم الله. ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل في الخونة. أنا قلتها قبل، هذه الدولة اللي تسمى الآن بالباطل وبالزور إسرائيل ما قامت إلا على كتوف الخونة العرب اللي عايشين وسطنا. حسبي الله ونعم الوكيل. أتمنى الاحتلال يكون بدأ.